كان في شاعر عربي يقال انه الاصمعي، ولكن مفيش دليل انه هو فعلا، مر على صخرة مكتوب عليها: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشكم بالفتى ماذا يصنعوا. ما تاخدش على نطقي في العربية الفصحى عشان أنا تعليمي يوناني. المهم، معشر العشاق ده زي السب ريدت بتاع العشاق، تجمع العاشقين يعني، فقالوا لي يا عاشقين أنا لو بقيت عاشق زيكم أحب بيكم سبت دي. فالأصمعي رد عليه وكتب بيت شعر تاني يقول: يداري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضعه. يعني كبر دماغك ولا كأنك حبيت أصلا، وما تفتحش بقك واكتم شوية، لأن مفيش حل عملي للقصة دي، وهشرح لك كمان شوية ليه. وبعد فترة عض الأصمعي من عند نفس الصخرة، فلقى مكتوب بيت شعر تاني بيقول: وكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. كلام زي قاتل ويتقطع، وكأن دي قصة إبراهيم الأبيض، بس الفرق إنه في الفيلم كان بيتقطع حرفيا. فهنا الأصمعي بيكتب حاجة غريبة جدا، بيقول له: إذا لم يجد صبران لكتمان سره، فليس له سوى الموت ينفعه. بيقول له: حط صبر فوق صبرك واكتم خالص، أما لو معرفتش فروح انتحر. بعد فترة عدى الأصمعي من عند نفس الصخرة، ولقى أغرب حاجة ممكن يلاقيها. لقى جثة الشاب جنب الصخرة منتحر، وقبل ما يموت كتب آخر بيتين على الصخرة. كتب: سمعنا قطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي لكل من كان بالوصل يمنعه. هنيئا لأرباب النعيم من نعيمهم، وللعشر المسكين ما يتجرعوا. يعني قال له: تمام، أنا سمعت كلامك أهو، فوصيتي إنه يوصل سلامي للبنت اللي كنت بعشقها وكانت مانعة الوصل بينا، فبلغوا سلامي لكل من كان بالوصل يمنعه. وفي الآخر بيتحسر وبيقول: مبروك للناس اللي بتحب وبتتحب، أما أنا العاشق المسكين فكتب عليا العذاب حتى الموت. هنيئا لأرباب النعيم من نعيمهم، وللعشر المسكين ما يتجرعوا. هنا كتب الأصمعي آخر بيت في القصة دي كلها قبل ما يمشي، كتب: مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. وده البيت اللي بيتكتب قبل بداية فيلم إبراهيم الأبيض. انت ممكن ما تاخدش بالك منه اصلا، او بتاخد بالك بس بتنساه قرب نهايه الفيلم. انا دلوقتي حكيت لك الباك ستوري بتاعت البيت ده. البيت ده صعب جدا، لانه بيعني ان اهل العشق بيعيشوا مذلولين وكرامتهم مكسوره بسبب عشقهم طول حياتهم، والذل ما بينتهيش بموتهم، لا ده حتى قبورهم وسط القبور التانية بيكون طالع منها ريحه الذل بعد الممات. مش بقول لك بيت صعب، بس انا كان لازم احكي لك القصه دي قبل ما ابدا الفيديو عشان تفهم ان الفيلم ده مش زي ما بيتكتب تصنيفه جريمه واثاره وتشويق، لا 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 لا، ده فيلم رومانسي في المقام الاول. مثلث حب عبارة عن إبراهيم وعبد الملك زرزور، وراس المثلث هي حورية. بس زي ما قلت لك هو مش حب عادي، لا احنا هنا بنتكلم عن العشق. طب ايه الفرق؟ العشق هو حالة اكستريم شوية، لما شعور الحب بيعدي حاجز العقل وبيسيطر على كل حاجة فيك. كلمة عشق جاية من نبات اسمه العشقة، وده نبات بيلف على الشجرة ويشدها لحد ما يسيطر عليها، ومن هنا تقدر تطبقه على الإنسان. تعلق شديد ممكن يقرب من الهوس، بيخلي الشخص يشوف اللي بيحبه شخص مثالي حتى لو بيأذيه. العقل بيكون ملغي، والغياب او الرفض بيسبب ألم حقيقي وتعب حقيقي، لان الحب بيكون شعور فيه ود واحترام وامان، ودايما عقلك موجود، ومش لازم يكون فيه امتلاك او غيره مرضيه مثلا، بيكون فيه سبب. انا بحبك عشان انت جميله وطيبه، انا بحبك عشان انت بتديني شعور بالامان وراجل معايا كده. لكن العشق زي ما قلت لك حاجه خارجه عن السيطره، اقرب للجنون. العشق مش لازم يكون له سبب، مش زي ما ناس كتير مفكره ان العشق يعني الرغبه الجنسيه، لا خالص. في ناس كتير بتعشق من غير اي لمس او علاقه، او حتى من غير ما الشخص التاني يعرف ان اصلا ده بيعشقه. في معظم الاوقات العشق بيكون بدون سبب، وده اللي بيخليك ما تعرفش تتخلص منه. لانها لما احب بنت بسبب ان هي وفيه مثلا، لو خانتني هسيبها واكرهها لان سبب حبي ليها زال. لكن لما تعشق بدون سبب، مهما الشخص اللي قدامك عمل عمرك ما هتكرهه، لان مفيش سبب هيتشال فهيتسبب في كرهك له. احنا ايه اللي بيخلينا نقول على حاجتين انهم متعشقين في بعض؟ ان يكون ترسين داخلين في بعض بقوه مثلا، او ماسكين في بعض. لما بنقول ان العربيه متعشقه، بتبقى العربيه محتاجه تليين عشان واقفه ما بتتحركش، الاجزاء اللي جواها داخله في بعضها زياده عن الطبيعي، فبيخلي في احتكاك او تشابك، فالعربيه بتبقى تقيله. فانت ما تقدرش تقول على نفسك عاشق غير لما تجرب تبعد عن الشخص اللي انت بتحبه، وما تقدرش، فوقتها انت عاشق. فالعشق حاجه وحشه مش حلوه، صدقني انت مش عايز تكون عاشق. ممكن اللي قدامك يكون عايزك تعشقه عشان يرضي الغرور البشري اللي جواه انك ما تقدرش تبعد عنه، بس صدقني حاول تبعد على قد ما تقدر عن قصه العشق دي، عشان ده ممكن يدمر حياتك زي ما عمل مع ابراهيم. انا عارف ان لحد دلوقتي ما اتكلمتش عن الفيلم نفسه، بس صدقني دي كلها حاجات لازم تكون عارفها قبل الكلام على الفيلم. المهم ان فيلم ابراهيم الابيض لما اتعرض في السينمات فشل على مستوى شباك التذاكر وعلى المستوى النقدي، لان الناس ما شافتش فيه غير انه فيلم عنيف ودموي وقبيح. بس دلوقتي مع الجيل الجديد بدأنا نشوف روعة الفيلم والمغزى منه وعبقرية مروان حامد وعباس ابو الحسن. بنشوف ان الفيلم بيدور في المناطق العشوائيه، وعباس ابو الحسن في اول السيناريو كتب يعتبر صفحه كامله بيحكي قصه العشوائيات عشان يقولك ان الفيلم بيدور في العالم ده مش شيء اعتباطي، لا انا مختاره لسبب، لان الموضوع اللي الفيلم اصلا بيتكلم عنه موضوع عشوائي، الا وهو العشق. زي ما قلت لك من شويه، انت لما بتعشق بيكون بدون سبب، واي حاجه بلا سبب فهي حاجه عشوائيه، زي لما حد يجي يضربك من غير ما تيجي جنبه، دي كده عشوائيه. نفس قصه العشق، انت بتعشق بدون سبب فدي عشوائيه، ولكن كمان بعيدا عن العشق فنوعا ما الحب نفسه عشوائي. انت لو متجوز فبنسبه كبيره مراتك حبت شخص تاني في مراهقتها ولكنها اتجوزتك انت، وانت حبيت بنت تانية في مراهقتك ولكنك اتجوزت مراتك، والبنت اللي انت حبيتها في مراهقتك كانت بتحب شخص تاني وقتها ولكنها اتجوزت شخص تالت دلوقتي.
والراجل اللي مراته كانت بتحبه في مراهقتها اتجوز واحده تانية دلوقتي وكان بيحب واحده تالتة في مراهقته. شايف العشوائيه؟ وهو ده اصلا اساس البناء في المناطق العشوائيه، بيوت فوق بعضها بدون اي اساس ولا تنظيم. اتمنى تكون فهمت قصدي. عباس ابو الحسن عايز ان قصه ابراهيم تبقى بتتحكي عن طريق عشري زي الاساطير التاريخيه اللي بتتحكي اخيل في الالياذه مثلا او عنتر بن شداد، بل وحتى قصص الانبياء. بس هنيجي للجانب الديني في القصه ده قدام شويه، اتقل دلوقتي. طب هو ليه اتسمى ابراهيم الابيض؟ اسمه اسطوري برضه. في المناطق العشوائيه ان حد يتسمى بالابيض فده معناه انه شخص بيعرف يستخدم السلاح الابيض، والسلاح الابيض هو زي السكينه والمطوه والسيف وكل الحاجات دي. واتسمت اسلحه بيضه عشان بتتصنع من معادن لامعه بيضه، وده تفسير منطقي جدا، صح؟ لا غلط. لان ابراهيم ما اتسماش ابراهيم الابيض عشان كده. في السيناريو بنشوف مشهد محذوف من الفيلم ولكننا شفنا بدايته بس في الفيلم وبقيته اتشال. هحط لك لينك السيناريو في الديسكريبشن لو حبيت تقراه. المهم بعد ما ابراهيم خرج من السجن وعرف ان حوريه اتجوزت عبد الملك زرزور، راح المقابر وقعد يشرب، وده اللي احنا شفناه في الفيلم. بقيه المشهد المقصوص كان عباره عن ان من كتر ما ابراهيم قعد يشرب خمره ويبلبع برشام بقى يسمع اصوات ويشوف خيالات. شاف خيال واحده ست فقام يقرب والخيال بيبعد، وبعدين قال اما استني ياما استني، شايفاني؟ بعدين الخيال بيروح، هتسيبيني تاني؟ شايفه همي؟ قلبي بقى حجر قد القبر ده ياما، قلبي تقيل. يا ام ابراهيم، انطقي ياما، ساكته ليه؟ حتى انت ياما سبتيني. كلكم زي بعض، الغدر بيجري في عروقكم، كلكم زيها وهي زيك. فهمت يعني ايه غابه ياما؟ بعدين بيوطي ويصرخ ويمسك شويه تراب ويقول حتى التراب اللي انت عشقتيه ياما هو اللي دفنك، مش كده؟ بعدين بيقع مكانه. فاكره ياما كنت تقولي وتعيدي ابراهيم قلبه ابيض وابويا يتمقلس عليكي لحد ما طه وسماني ابراهيم الابيض. لو انت صحيح بتشوفيني يبقى انا هفرجك يا غاليه، هفرجك ابراهيم ابو قلب ابيض هيعمل ايه. وبعدين بيغمى عليه. مشهد حلو وكنت اتمنى انه كان يفضل في الفيلم، لان في مشاهد كتيره اتقصت من الفيلم ولكنه مازال فيلم متماسك اكيد، ولا كأنه متشال منه حاجه يعني. ولكن المهم كده عرفنا ان سبب تسميه ابراهيم بالابيض ما كانش انه بيعرف يستخدم السلاح الابيض، لا ده عشان قلبه ابيض. وعرفنا كمان ان العشق اتمثل في حاجه تانية، وهو عشق امه للتراب. مش مكتوب في السيناريو سبب عشقها للتراب، ولكن ادينا شفنا ان العشق مش لازم يكون بين ذكر وانثى. ممكن تكون بتعشق قطه حرفيا، ولو القطه دي ماتت انت هتتدمر نفسيا عشان ما بقتش موجوده، او بتعشق صاحبك او اي حاجه. مش لازم تكون بنت ولا لازم يكون ولد لو انت بنت. حتى ابراهيم قال لامه انت وحوريه زي بعض. ليه زي بعض؟ لانه عشق الاتنين والاتنين سابوه. فهمت الفكره؟ ونفس الفكره ان العلاقه بين ابراهيم وعشري عشق برضه. عشري كان هينتحر بدل ما يخون ابراهيم، وابراهيم رغم انه عارف ان عشري خانه كان بيصرخ حزنا عليه لما عشري اتقتل، وكان بيحاول يفلت عشان ينقذه. دي مش صداقه عاديه بين اي اتنين، لا ده عشق. وزي ما قال لامه انت عشقتي التراب هو اللي دفنك، وفي الفيلم كلهم ماتوا بسبب عشقهم. تعال نروح لعبد الملك زرزور. اول ما بنشوفه من ظهره مع سلاح، عايش في بيت فوق جبل اعلى من كل البيوت اللي حواليه. اول ما بنشوفه من تحت، اول جمله بيقولها هي انا حييتك تاني. اسمه عبد الملك كنايه عن انه ملك، زي عبد الحليم ما بيتقال عليه حليم. في واحد صاحبي اسمه عبد الكريم بنقول له كريم. ده اختصار دارج في الاسماء الاشخاص اللي اسمهم عبد واسم من اسماء الله، ما عدا طبعا الاسماء اللي ما ينفعش نختصرها زي عبد الله وعبد الرحمن الخ. بنظرة منه بيعرف اللي جواك، بنظرة تانية منه بتموت، وشخص حكيم. انا مش متفق مع الاقاويل اللي بتقول ان عبد الملك زرزور بيرمز للاله زي فيلم ماذر مثلا وشخصية خفير بارديم. لا، هو انسان، بل وانسان ضعيف كمان رغم كل قوته دي. ضعيف في حبه الحريه، وحتى ضعيف انه عنده مرض لما شفناه وهو واقف بيتبول وعينه اللي مبرقه دايما دي بسبب باك ستوري هحكيها لك كمان شويه. لكن انا معتقد انه شايف نفسه انه اله. في القصه هو لا يرمز للاله، لكنه شخصيه مكتوبه انه شايف نفسه بسبب كل قوته دي انه اصبح اله. زي ما في مشاهير كتير دلوقتي بيشوفوا نفسهم معصومين من الخطا ويقدروا يعملوا كل اللي نفسهم فيه بسبب انهم معاهم قرشين وكام حد بيحبهم. هوس وجنون العظمه. بس يعني ايه عبد الملك زرزور ضعيف في حبه الحريه؟ حوريه بتسيبه وبترجع له وبيسامحها، بتسرق من ابراهيم حاجه وبتغفله وبيعرف وبيسامحها، رغم انه قتل شيبه لنفس السبب، انه سرق من ابراهيم حاجه وغفله. حتى جرحي لما غفله كان هينهي مستقبله في الخلفه. كنت تحس ان عبد الملك زرزور مراهق في حبه الحريه، بيحبها ومش عايز غير انها تحبه هي كمان، تسامحه زي ما بيسامحها، ما تروحش الراجل تاني بعد كل اللي عمله عشانها، حتى لو عارف انها بتحب ابراهيم، بس على الاقل تحترمه. لما جات له في مشهد النهايه كان بيكلمها بحنيه حقيقيه. ايه يا حبيبتي حد ينزل من بيته دلوقتي؟ انما لما بتقرر تجري على ابراهيم هي كده بتوري له انه ولا حاجه بالنسبه لها، فهان عليها. وهو قال لها الجمله الاكثر تاثيرا في السينما في الالفيه الجديده بالنسبه لي: اهون عليكي تهوني عليا. طالما انا ما فرقش معاكي يبقى ما ينفعش انت تفرقي لي. ونشوف بعد ما بيضرب حوريه بالنار وشه وهو بيعيط اشبه بعياط الانتصار. انا عارف ان دي حنكه زياده مني، بس صدقني انا شايف كده. هو بيعيط انه قتل حب حياته بايده، بس في نفس الوقت انا شايف انه كان مبسوط انه قدر ينتصر على نقطه ضعفه. صدقني والله انا شفت الشعورين في وش الراحل محمود عبد العزيز رحمه الله. معرفش ازاي قدر يصور شعور الحزن وفرحه الانتصار في نفس الوقت، والشعورين ينفع تعيط بسببهم. صدقني محمود عبد العزيز ممثل مش هيتكرر. المهم طب تعالى نرجع لبدايه الفيلم.
اول مشهد خالص في الفيلم وواحد من اصعب المشاهد في تاريخ السينما المصريه، اللي هو مروان حامد بيقول لك من اولها ان احنا داخلين على سواد وفيلم من الافلام اللي تجربه مشاهدته مش اسهل حاجه في الدنيا. مشهد قتل ابو ابراهيم. بس هو ليه ابو ابراهيم اتقتل؟ ابو ابراهيم اتقتل عشان ام ابراهيم ضربت ام حوريه بالقلم. طب هي ليه ام ابراهيم عملت كده؟ ام ابراهيم عملت كده عشان ابراهيم كان بيلعب بالقطه بتاعت سمير. سمير هو اخو حوريه وعنده متلازمه داون، فسمير جاي ياخد القطه من ابراهيم لكن القطه كانت ماسكه في ابراهيم، فسمير نده على امه عشان عاوز القطه، فام سمير جات وفكرت ابراهيم ضرب سمير فقعدت تضرب في ابراهيم بكل غل وعنف، فجات ام ابراهيم تلحق ابنها زي اي ام طبيعيه، وبحركه نجاه لا اراديه ام ابراهيم تضرب ام سمير بالقلم عشان تحل عن ابنها. وكان باين من رد فعل ام ابراهيم انها حتى اتفاجئت من رده فعلها وانها عملت كده غصب عنها. ده غير ان اصلا ابراهيم زي ما قلت لك ما عملش حاجه، ده حتى مش مثلا انه ما رضاش يسيب القطه، لا ده مكتوب في السيناريو ان القطه هي اللي كانت ماسكه فيه. فام سمير جت انتقمت في ابو ابراهيم اللي ما يعرفش حاجه عن القصه دي كلها، مش مثلا اتقتل بسكينه ولا اتضرب بالنار، لا ده مات ضربا بالجزمه على وشه، واحده من اصعب الموتات في تاريخ السينما بشكل عام، وانت هتسمع مني في تاريخ السينما دي كتير خلال الفيديو. فطول المشهد انت مش سامع حاجه غير صوت ام سمير وصوت الجزمه على وش ابو ابراهيم. دي القلم عشان الرمه العيل بتاعك لون ضنايا نايم، ولا بيصرخ ولا بيطلع اي صوت. مشهد حقيقي مؤلم. فتخيل معايا اعزك الله انت ووالدك، طبعا انا ما اقصدش، بس انت لو طفل وشفت والدك بيتقتل قدامك بالطريقه دي انت هتطلع شخص عامل ازاي؟ كم الحقد والغل اللي جواك تجاه العالم كله هيكون عامل ازاي؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كان دايما بيستعيذ من قهر الرجال. طب هو ايه قهر الرجال؟ ان الراجل يتحط في موقف يعجز فيه انه يدافع عن نفسه او يغير اللي بيحصل او حتى يشتكي، وده حرفيا اللي مروان حامد عمله في المشهد ده. ابو ابراهيم بيتقتل بسبب حاجه هو ما عملهاش، بيتضرب بالجزمه على وشه، مش قادر يدافع عن نفسه، ولو حاول يقوم هيتقتل من مهدي بدور او ابو سمير، مش بيشتكي ولا حتى بيطلع صوته وهو بيموت. حرفيا مشهد بيشرح لك تعريف قهر الرجال. والقهر ما خلصش في ابو ابراهيم بس، وراك في المشهد انه عاوز ابراهيم يشوف ابوه وهو بيحصل فيه كده، كانك بتكسر الطفل الصغير هو كمان مش بس الاب. انا قلت الواد يستنى، الواد يفضل. وقدام كمان ابراهيم بيخسر امه بسبب المرض وبيفضل لوحده. بمناسبه المعلم مهدي بدور، فباسم سمره طلع قال انهم شالوا دوره تقريبا في الفيلم، كان في مشهد مهم جدا اتشال فعلا. المشهد ده كان له علاقه بشخصيه نرجس، البنت اللي احنا شفناها في اول الفيلم وما شفناهاش تاني خالص، في حين انها ظهرت كذا مره في السيناريو. فهنا الخطأ من مروان حامد مش من عباس ابو الحسن، لانك لو متفرج جيد للافلام هتعرف ان المخرجين بنسبه كبيره بيسيبوا لك حاجه في بدايه الفيلم انت ما بتفهمش ايه الهدف منها غير في نهايه الفيلم، بس احنا ما عرفناش في الفيلم ايه الهدف من شخصيه نرجس. فالمهم ان مهدي بدور يبقى جوز ام نرجس، ونرجس هي حبيبه ابراهيم اللي مرافقها يعني بشكل او باخر. فالمشهد كان ان نرجس راحت تستنجد بابراهيم، ان مهدي بدور اللي هو جوز امها طلع من السجن وعايز يقتلها، وهنا نرجس ما تعرفش ان مهدي بدور كان له دور في قتل ابو ابراهيم. فابراهيم عمل خطه ان لما مهدي بدور يطلع يدور على نرجس يشوفها عند الشباك فيتكعبل في شويه ازايز ويجي ابراهيم يقلبه من الشباك، وفعلا حصل، ومهدي بدور اتعلق في الشباك من بره. ودار الحديث كالاتي: مهدي بدور وهو مش عارف ان ده ابراهيم اللي قتل ابوه برضه، خلي بالك، فبيقول لابراهيم خدها انا مش عايزها، ما عادتش تلزمني. فابراهيم مدله ايده وقال له هات ايدك، فنرجس صرخت وقالت لا، فابراهيم قال لها اكتمي خالص، فنرجس بتلطم. فلما مهدي بدور يتعلق في ايد ابراهيم ويحاول يطلع، فابراهيم بيقول له انت استأذنت، فمهدي بدور بيتفاجئ. فابراهيم بيقول له تفتكر يا معلم من اكتر من 25 سنه دخلت انت وخميس الفرارجي ومراته شقه جارهم في نص الليل وضربتوه قدام مراته وعيله اللي ما كملش 10 سنين لحد ما طب ساكت وانت نزلت عليه بالعصايه دي؟ العيل ده هو اللي جاب كرش خميس النتن بعدها بجمعه وهو اللي ماسكك دلوقتي. فمهدي بدور يقول له كلب ومات ويتف في وش ابراهيم ويسيب ايده عشان يقع ويموت. مروان حامد قال انه حذف المشهد ده لان الاسلاك اللي كان متعلق فيها باسم سمره وهو بيقع كانت باينه في التصوير، فما قدرش يحط المشهد، وهو تفسير منطقي بصراحه، لانه لو كان حط المشهد بالشكل ده كان هيقلل من قيمه الفيلم بشكل كبير، رغم ان المشهد على ورق مشهد فوق الرائع، وباسم سمره معاه حق انه يتضايق ان مشهد بالصعوبه دي يتشال ولا كانه كان موجود اساسا. فالمهم نرجع للفيلم كده. ابو حوريه ومهدي بدور دفعوا ثمن انهم خلوا ابراهيم يشوف ابوه وهو بيموت. طب هو ابراهيم قتل المعلم خميس ليه؟ عشان بس قتل ابوه؟ لا، عشان المعلم خميس جاي يضرب ابراهيم بالكرباج. طب ليه المعلم عمل كده؟ عشان ابراهيم نام جنب حوريه. انت ممكن تقولي طب وفيها ايه انه نام جنبها؟ ما عادي طفلين صغيرين التعب غلبهم فناموا، ايه اللي يخليك تقول ان ابراهيم بيعشق حوريه من الطفوله يعني؟ فهنا مروان حامد حط لك لقطه تعرفك. لما جت ام حوريه تشيل حوريه من جنب ابراهيم، المنديل بتاع حوريه وقع، فابراهيم اخده وحضنه، ده فعل يدل على العشق. وزي ما شرحت لك في اول الفيديو، العشق عادي جدا يكون بين الاطفال، لانه اصلا في معظم الحالات بيكون بلا سبب، والاطفال مش بيبصوا لاي سبب مادي او جنسي للحب، عشان كده بيتقال عليهم ابرياء. فكده ابراهيم اتضرب بالكرباج واضطر انه يهرب من موطنه بسبب حبه للحريه. المهم بنشوف ابراهيم بيجري من المنطقه كلها وبعدين بينط، والكاميرا تقطع على ابراهيم الكبير وهو بيقع من النطه وبيجري برضه. فرق حوالي 20 سنه بين اللقطتين. الكات دي دلاله على ان ابراهيم لسه بيجري بقاله 20 سنه، حرفيا هو نط وهو طفل وقع وهو كبير، ما حصلش تغيير على حياته. لكن مثلا لو كان استخدم الفيد ان والفيد اوت كان زمان ده اداك شعور ان الفتره الاولى دي من حياته انتهت تماما، ودلوقتي هو بيبدا فتره جديده، ودي هنشوفها قدام في الفيلم هيستخدموها بعدين.
فعشان كده الكات دي هي انسب حاجه للجزء ده تحديدا. زي طبعا اشهر كات في التاريخ، الكات بتاعت بدايه فيلم 2001 سبيس اوديسي، انه كان بيورينا انها لسه في نفس الحاله من ساعه بدايه البشريه لحد ما قدرنا نطلع الفضاء واحنا لسه في نفس الحاله. المونتير خالد مرعي ابدع في الفيلم ده بشكل عام، مش بس اللحظه دي. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الكات دي روح شوف فيديو عمر ابو المجد، الراجل قاعد يشرح تلت ساعه في الكات دي بس. المهم مشهد المطارده طبعا واحد من افضل مشاهد المطاردات بشكل عام. المشهد ده اتصور وان تيك، يعني احمد السقا وكل اللي كانوا في المشهد ده صوروه على مره واحده، ما كانش فيه كاتات وما كانش ينفع تغلط فيه عشان لو غلطت هتعيد ده كله من الاول. عملوه بروفا قبلها بيوم وبس كده. فلما تشوف السقا بينهج واقف ياخد نفسه ده بجد، بس لازم يكمل جري عشان لو بان ان اللي وراه تباطؤ لما يقربوا منه فالمشهد هيبان انه تمثيل، فهيتحول لمشهد سيء وفيك. مروان حامد كان مثبت كاميرات وكمان مصورين في كل مكان عشان كل ما السقا يظهر في مكان يتصور من المصور الفلاني ويمشي وراه شويه لحد ما يقف عند حدود نهايته قبل ما يخش على حدود المصور اللي بعده وهكذا. وعموما تفاصيل المشهد كمان حلوه وهقول لك ليه. انا من اسكندريه فاحنا ما عندناش مناطق عشوائيه كتير غير على حدود البلد واماكن صغيره في وسط البلد، فمعظمنا في اسكندريه ما شافوش مناطق العشوائيات دي بشكل صريح. عندنا مناطق شعبيه بس مش عشوائيه بسبب صغر المساحه اصلا، شتان الفارق بين مساحه الاسكندريه ومساحه القاهره. لكن انا دخلت منطقه من المناطق العشوائيه دي في اسكندريه، اللي هو انت ماشي وفي كل شبر تحت رجلك سرنجات مرميه وشرايط ليريكا وازايز توسكان ورجاله قاعدين بالفانيلات الحمالات مقرفصين في الشارع والستات قاعده بتغسل في الطشت في الشارع، والشوارع ضيقه جدا. وفهمت جمله ان الحكومه ما بتخشش الاماكن دي مش عشان مثلا الحكومه مطنشه، لا عشان الشارع فعلا مستحيل عربيه تعدي منه من كتر ما هو ضيق. فبشكل حرفي اللي انت شفته في المطارده دي هو اللي انا شفته في المنطقه دي بعيني. الشوارع الضيقه، الستات اللي قاعدين في الشارع، كل حاجه واقعيه بنسبه 100%. ده غير ان اصلا المنطقه اللي في الفيلم دي مش حقيقيه، دي مصنوعه بالكامل من صنع انسي ابو سيف بتكلفه 3 مليون جنيه. وانسي ابو سيف هو اللي صنع حاره فيلم الكيت كات برضه، فالراجل ده عظيم يا جماعه. المهم انه عمل منطقه شعبيه بالكامل وصممها بشكل يحسسك ان البيوت كلها نفس اللون، واخده اللون الاصفر، تحسسك ان البيوت دي يا اما قديمه قوي يا اما حاجه بوست ابوكاليبتيك في المستقبل البعيد بعد ما العالم يتدمر. حقيقي تصميم عبقري للمنطقه، بيديك احساس ان القصه دي ملحمه اسطوريه خارج سياق الزمان والمكان، وهنرجع لجزء الخيال ده قدام شويه ما تقلقش. المهم مشهد المطارده بيخلص وبنعرف ان شيبه اخد كيس البضاعه بتاع عشري، فابراهيم قرر انه هينزل يجيب الكيس من شيبه، وده شيء خاطئ في المناطق الشعبيه نوعا ما. لو عندك حق مع حد ما ينفعش تروح تتخانق معاه في منطقته، زي لما كنا اطفال في المدرسه لو هتتخانق مع عيل ما ينفعش تروح بطولك للفصل بتاعه، لان وقتها كل اللي في الفصل بتاعه هيقفوا في صفه وانت هتبقى لوحدك. وده اللي عمله بالظبط ابراهيم. فعشري قال له لو رحت مش هترجع، ولو رجعت فاحنا مش هنخلص من قرف الزرازير لانهم بيموتوا دغري ما بيعلموش. فابراهيم قال لعشري انا رايح بكل ود ومحبه اخلص الحوار لاني صاحب حق، لكن لو رحنا احنا الاثنين هتفكرونا رايحين نتخانق ووقتها هتقوم حرب. عين العقل والله يا سي ابراهيم. ايه ده انت بتعمل ايه يا سي ابراهيم؟ فين العقل والمنطق والفلسفه اللي كنت بتكلم بيها عشري من شويه؟ من اول ما ابراهيم بيخش المنطقه بيمسك شيبه وبيعوره وما بيدروش حتى فرصه يقول له فين الكيس. ابراهيم مش جاي عشان الكيس، ابراهيم جاي يتعارك، وبتشوفه بيصرخ في المنطقه ويا منطقه ما فيش راجل. ولما بيجوا ولاد عبد الملك بتشوفه بيجرح في شيبه بغرض ان هو مش ده بتاعكم، طب هو هشرحه لكم. تحس ان ابراهيم اتجنن ونازل عاوز بس يتعارك مع المنطقه كلها، وكانه ما صدق ان شيبه ياخد كيس عشري عشان ينزل يتعارك مع المنطقه وياخده سبب لخناقته معاهم، وقدام بيسيب شيبه اصلا وبيكمل خناق مع الناس كلها. طب والكيس يا سي ابراهيم اللي انت رايح عشانه اصلا؟ وبنشوف الطفل اللي على العجله بينده على الناس سيد شيبه معاه حكايه زي وقت الحروب زمان لما بيجي شخص على حصان يمشي وسط الناس ويقول الحرب اعلنت. ده القتال لازم تلبيه، اي حد بيعمل اي حاجه لازم يسيبها ويروح الحرب، دي قواعد مهما كانت الحاجه دي ايه. وبنشوف ابراهيم مش بس بيتخانق مع المنطقه كلها، لا ده عور ولاد عبد الملك زرزور الاثنين في اصعب منطقتين ممكن تعور فيهم شخص. مشهد اكشن مصري اصلي جدا ما شفناش زيه قبل كده ولا هتشوف زيه اعتقد. بيوريك البلطجيه وهما بيتخانقوا فعلا بيكون ازاي بدون اي تدريب على القتال، هما بس بيرتجلوا بدافع البقاء. ودول الزرازير اللي عشري قال له لو اتعرضت لهم في اي حاجه بيموتوا على طول، ما بالك لو علمت عليهم في مناطق زي دي كمان. المهم ان ابراهيم ما وفاش بوعده العشري انه رايح صاحب حق ومش هيرتكب اي حماقه، لا هو راح يتخانق، ودي ممكن تبان غلطه في الفيلم، في حين ان في السيناريو الموضوع ما مشاش كده. في السيناريو ابراهيم راح يسال شيبه على الكيس وشيبه قال له تعالى معايا، بعدين ضحك عليه وكان بيوصل ابراهيم للرجاله عشان يضربوه من غير ما يعرف، فاضطر ابراهيم انه يتخانق معاهم عشان ينجو بحياته، فكانت منطقيه اكتر. طب هو ليه مروان حامد غير القصه دي؟ زي ما قلت لك من شويه، الاحساس ان ابراهيم ما صدق انه لقى سبب انه ينزل المنطقه ويفتعل المشكله معاها، والسبب كان شيبه والكيس. على رأي عبد الملك زرزور دي دخلت إنك لميت وإنهم لميتون، لأننا طول الفيلم بنشوف إن إبراهيم مش غشيم، بالعكس إبراهيم ذكي وبيفكر صح. فمن الواضح إن إبراهيم مش جاي للكيس، إبراهيم جاي يتعارك مع المنطقة اللي اتطرد منها ظلم وهو طفل. إبراهيم جاي ياخد حقه، بس حقه ده مقصودش بيه الكيس، لا ده حقه من المنطقة اللي أذته وهو طفل. أتمنى تكون فهمت قصدي. المهم بعدها بنشوف حورية وهي بتتخانق مع لبسها الأحمر اللي كان ملازمها طول النص الأول من الفيلم، وبيرمز لنار العشق لحد ما نوصل للنقطة اللي هقولك فيها إنها بطلت تلبس أحمر. المهم
بنشوف ان حوريه مش عارفه مين ده، بس ابراهيم عارف ان هي حوريه، فبيقول لها استناكي ناكل لقمه سوا، وهي بتقول له انت فاكر نفسك مين ومش عارف ايه. طب هي ليه بتروح تقابله بعدها وهي ما تعرفش مين ده؟ عشان حصل بينهم تواصل روحي بشكل ما، يعني مش حرفيا، ان قلبها قال لها هو ده حب الطفوله بتاعك فروحي قابليه. بس قبل ما نكمل عايز اعرف منك حاجه، انت لما كنت بتخرج وانت طفل كنت بتحب تعمل ايه؟ معظمنا كاطفال الفئه المتوسطه او اللي تحت المتوسطه، حتى مش بتكلم على بتوع ايجيبت، يعني الخروجه بالنسبه لنا كانت اننا نروح ناكل وبعدين نروح الملاهي. انا كنت بحب اوقات اني اروح السينما، ولكن ده تفضيل شخصي، مش كل الاطفال بيحبوا السينما، بس معظم الاطفال بيحبوا الملاهي. وكده كده مش هنروح اي حاجه من دول على معده فاضيه، واكيد مش هناكل في البيت. طب هو ابراهيم وحوريه لما اتقابلوا عملوا ايه؟ راحوا اكلوا وبعدين راحوا الملاهي. مروان حامد بيوريك انهم ما زالوا اطفال، الحب اللي بينهم اصلا نشأ في الطفوله وما كبروش من وقتها. كبروا شكلا، الزمن كبرهم بكل تاكيد، لكن روحهم ما زالت طفله. في السيناريو راحوا قعدوا يشربوا عصير مش اكل، ولكن الفكره واحده. وبعدين بنشوف قصه حبهم وهي مستخبيه عند هانجر عربيات القطر زيها زي المدمنين اللي بيكونوا هناك بعيد عن وسط البلد، عشان ما ينفعش حد يشوف ان في بينهم حب. بعدها بنشوف عشري وابراهيم وهما ماشيين في مشهد وان شوت، والمشهد ده مهم رغم ان محدش بيديله اي اهتمام. عشري بيحكي لابراهيم عن حاجه حصلت فعلا في الحقيقه، ان الناس راحت عند مجلس الشعب وعملوا مظاهره والحكومه فضتها وبعدين وعدتهم انها تديهم شقق. ده حصل فعلا، بس شوف عشري قال ايه. الخلق اللي هاجوا على الحكومه اترموا في الشارع، بقوا يشيلوا لهم الجثث المحروقه ويرموها من فوق سور مجلس الشعب، دلوقتي بيوزعوا عليهم شقق ببلاش. جثث محروقه ايه اللي بيرموها من فوق سور مجلس الشعب؟ مفيش الكلام ده، بس هي دي شخصيه عشري، وعشان كده لما تشوف رد فعل ابراهيم ايمن تمام 10 على 10، بس ركز معايا. ولا كانه سمع حاجه حرفيا، هو عارف ان عشري فورياجي على راي عبد الملك زرزور في بدايه الفيلم. ماشي، بس انا مش بطولي. ايه فرياجي؟ هاتوا معاك. والفورياجي حسب تعريف لقيته على النت، لان دي كلمه انا عمري ما سمعتها في اي مكان تاني، هو الشخص اللي بيحور الكلام انه يحط مواضيع مش حقيقيه ويخليك تصدقها، وده من كلمه الفورماري وهي كلمه انجليزي ومعناها الشخص اللي بيصب الاشكال في القوالب. وفي تعريف تاني بيقول ان الفورياجي كلمه معروفه في الاحياء الشعبيه ومعناها الشخص اللي بيدور على الفلوس من غير ما يشتغل، لكن في نفس الوقت بيقول على نفسه جامد ومفيش منه اتنين، وهي كلمه مشتقه من الفهلوي والاونطري فطلعت لنا الفورماري. التعريفين لاقيين على عشري بشكل كبير يعني. المهم نرجع للمشهد تاني وبنشوف ان الموتوسيكل عشري عطلان، فبيركبوا الاتوبيس. الموتوسيكل اللي ما عطلش ولا مره خلال الفيلم غير في اللقطه دي، بيوريك انهم بره منطقتهم ما عندهمش اي سياده على اي حاجه، ما يقدروش يحددوا هم رايحين فين، حرفيا ماشيين مع الموجه. المهم بعدها بنعرف قصه عبد الملك زرزور وحبه الحريه، بس الاول خلينا نحكي عن حاجه اتشالت من الفيلم. ان كان في ست اسمها نور العيون، الست دي كانت قبيحه بشكل لا تتخيله، يقال ان كان اي حد بيشوفها ما بيعرفش ينام، بس هي كانت غنيه، فعبد الملك زرزور اتجوزها، ولما شافها ليله الدخله اتخض، فالخضه دي خلت عينه تكون رحظه اغلب الوقت من بعدها، وعشان كده مبرق طول الفيلم. فبعدين نور العيون عرفت ان عبد الملك زرزور بيميل لحوريه، فقالت له اقتل الحوريه. راح عبد الملك زرزور قتل نور العيون وحط جثتها في تلج في دكان كده، وجم اخواتها قلبوا المنطقه كلها ما لقوهاش، وانتهت القصه على كده. من الحاجات المميزه ان عباس ابو الحسن كتب الباك ستوري بتاع كل الشخصيات تقريبا، حتى عشري له باك ستوري هحكيها لك كمان شويه، ودي حاجه بنفتقدها في افلامنا. المهم ان عبد الملك زرزور من ساعه ما شاف حوريه وهي صغيره، وعلى حد تعبيرهم كان جسمها كبر قبل اوانه، فكان معجب بيها وكان مخلي باله منها عشان لما تكبر يتجوزها، ولكنه اتفاجئ انها ما بتحبوش، فقال لي انا ما فيش اصلي ما عنديش في الحب هزار، وبقى اي حد يجي يتقدم لها يقوم قاتله. طب ما زي ما غنام قال ان عبد الملك زرزور يقدر يجيب اي واحده هو عايزها، اشمعنى حوريه اللي هي اصلا مش عايزاه؟ هو كده، هو ده العشق اللي انا عمال اكلمك عليه من اول الفيديو. عبد الملك مش عايز حوريه جنسيا، يقدر يغتصبها، لكن ما كانش ده هدفه، زي ما قال لها لما جات له عشم ان ذوقي يتسفك، لكن زي ما شفنا ده ما اتسفاش، دي ركبت عليه وبقت تعمل اللي هي عايزاه. المهم بنشوف عبد الملك وهو بيتجسس على حوريه من ورا الشباك، بيوريك ان المعلم اللي كله بيهابه عامل زي اي حد جبان بيتلصص على البنت اللي هو بيحبها. وزي ما شفنا قدام لما حوريه راحت له واستخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤخذني فيما لا املك، ومعناها ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول يا رب انا عامل اللي اقدر عليه في الحاجات اللي تحت سيطرتي ناحيه زوجاتي، فما تحاسبنيش على الحاجات اللي مش في ايدي. طب هي ايه الحاجات اللي تحت سيطرته والحاجات اللي لا؟ الحاجات اللي تحت سيطرته هي الوقت اللي بيقضيه مع زوجاته يكون متساوي، الفلوس اللي بتتصرف على كل واحده فيهم، المعامله الطيبه معاهم كلهم، والحقوق متساويه بينهم كلهم. لكن ما لا يملكه هي مشاعره، لانه كان بيحب ستنا عائشه اكتر من باقي زوجاته، فدي حاجه هو ما يقدرش يتحكم فيها. بنشوف في المشهد لما حوريه سابت عبد الملك وراحت بيت ابراهيم وعبد الملك قام يدور عليها، بنشوف على وشه شعور الخوف والقلق زي اي طفل اتاخدت لعبته منه وقام يدور عليها، عارف انها راحت منه لانها عمرها ما عزته. وبتشوف ان التيشيرت اللي لابسه مقطوع او مخروم اذا صح التعبير من ناحيه الصدر على الشمال شويه، اللي هي فيها القلب، انه كانه اخد طلقه في قلبه. بتشوف الحزن والحسره على وش محمود عبد العزيز بعدها، وبنتاكد من فكره الثقب اللي عند القلب ده لما بيقعد في الاسطبل مع الخيول بتاعته وبيكون مطفي، مش مجازا لا حرفا،
لان لما حوريه بتدخل عليه بيرجع له النور تاني، بترجع له الحياه تاني. ممثل من افضل الممثلين اللي شفتهم في حياتي ان لم يكن افضلهم. بيوريك في المشهد ده المسدس وهو بيتحط في الشنطه وانه استخدمه بعدين مع العربويه، وده اللي قلت لك عليه في قصه نرجس اللي كان خطا من مروان حامد اننا ما شفناهاش تاني زي المسدس ده مثلا. طب تعالى نرجع تاني معلش، هو احنا ازاي عرفنا اصلا ان اللي بين ابراهيم وحوريه مش مجرد حب عادي وانه عشق؟ ليه مش قصه حب عاديه يعني بين اي اتنين؟ لان زي ما قلت لك في اول الفيديو خالص، العشق بيتعرف لما بيكون لازم نبعد وما بنقدرش، وده اللي حصل في نص الفيلم لما حوريه عرفت ان ابراهيم هو اللي قتل ابوها، وام حوريه هي اللي قتلت ابو ابراهيم. ازاي عايز علاقه زي دي تستمر يعني؟ ازاي تعيشي مع واحد قتل ابوكي وازاي انت تكون حماتك قتلت ابوك؟ علاقه غير منطقيه، لكنهم ما قدروش ينسوا بعض لحظه. وزي ما شفنا لما حوريه راحت بيت ابراهيم وهو في السجن، نامت مكانه وحضنت هدومه اللي لونها احمر، لون العشق زي ما عرفنا، رغم انها هي اللي حبسته اصلا. فهمت التناقض في العشق؟ في مليون سبب يمنعها من انها تعمل حاجه زي دي، غير ان ابراهيم هو قاتل ابوها، لا دي كمان متجوزه المعلم عبد الملك زرزور اللي لو شم خبر انها راحت بيت راجل غريب اكيد هيموتها. بس مش مهم، نداء العشق مفيش حاجه هتوقفه. زي ما رغم في اخر الفيلم انها كانت عارفه انها لو جريت على ابراهيم هتتضرب بالنار لانها شافت المسدس في ايد عبد الملك زرزور، وقال لها اهون عليكي تهوني عليا، يعني لو رحتي هضربك بالنار، وبرضه قررت تروح لابراهيم. ونفس القصه مع ابراهيم، دي بنت اللي قتلت ابوك وبلغت عنك واتحبست بسببها، واتجوزت اصلا راجل تاني اللي هو عدوك وبرضه مش قادر ينساها. فهمت الفكره؟ طب تعالى نرجع تاني لعبد الملك زرزور، واحده من افضل الشخصيات في تاريخ السينما، واداء برضه من الافضل من الراحل رحمه الله محمود عبد العزيز، اللي زي ما قلت لك من شويه ان عباس ابو الحسن كاتب الشخصيه انها شخصيه قويه لدرجه انها شايفه نفسها اله رغم تدينه. عبد الملك يرمز انه ملك، زي ما قلت لك عبد الحليم بنقول له حليم وعبد الكريم بنقول له كريم وهكذا. وكان لابس طاقية اشبه بالتاج في المشهد ده، بس رغم كل قوته دي هو برضه انسان ضعيف في مواجهه العشق، وهو ده الهدف من الشخصيه دي، ان العشق مش مقتصر على الناس الضعيفه زي ابراهيم وحوريه، لا لا ده حتى عبد الملك زرزور كمان بيعشق. فاهمني؟ وفكره الالوهيه دي بياكدها مشهد محذوف من الفيلم برضه هحكيه لك كمان شويه، بس مثلا عندك في اول مشهد لما عبد الملك قال لابراهيم انا حييتك تاني، وبنظره منه شيبه اتقتل، بيوريك انه حسب ارادته اللي عايزه يعيش بيعيش واللي عايزه يموت بيموت. انا عايزك بس تفهم ان ده مش كلام الحادي، القاضي لما بيحكم بالاعدام على متهم ده مش معناه ان القاضي ملحد، ولكن هو ده دوره، زي ما عبد الملك زرزور شايف ان ده دوره. حتى لما قالوا دي دخلت انك لميت وانهم لميتون، دي الايه رقم 30 في سوره الزمر، في حين ان الايه اللي بعدها في نفس السوره بتوصف المشهد اللي شفناه في الفيلم، ولكن طبعا مجتمعين عند ربنا عز وجل. نفس القصه في مشهد غنام وهو بيقول لهم المعلم هيقبض روحكم. فهمت عباس ابو الحسن يقصد ايه بشخصيه عبد الملك زرزور؟ هو مش اله ولا يرمز للاله، لكنه منصب نفسه اله هذه المنطقه. طب هو ايه المشهد المحذوف اللي قلت لك عليه ده؟ بعد حفله طهور حفيد عبد الملك اللي رقص فيها ابراهيم وعبد الملك على اغنيه عبد الباسط حموده يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني، كنايه عن ان في اللحظه دي كان عبد الملك في اشد اعجابه بقوه ابراهيم فعلا لما قال له عظمك ناشف انه راح ورجع بالبضاعه والفلوس. وهنا لما بنعرف ان سوسن بدر هي ام حوريه، الحاجه اللي مروان حامد كان بيلمح لنا بيها طول الفيلم واحنا مش فاهمين ايه المشكله ان ابراهيم وحوريه يحبوا بعض. المهم عبد الملك بياخد ابراهيم وبيديله شريطه سودا يقول له يربطها على عينه، فابراهيم بيقلق بس عبد الملك بيطمنه. بعدين بيمشوا في طريق اشبه بالسراديب السريه لحد ما بيوصلوا عند باب، فبيشيل عبد الملك الشريط من على عين ابراهيم وبيديله مفتاح قديم وبيقول له يفتح الباب، وبيقول له اللي هتشوفه جوه ما شافوش انس من ولاد ادم لكن كلنا توعدنا بيه، ولو حكيت عليه هتتحرم منه دنيا واخره، وبيسيبه يمشي. فبيفتح ابراهيم الباب وبيشم ريحه جميله جدا، وبيشوف ابخره وعشرات البنات اللي بيبتسموا له كلهم لابسين فستان وردي، وبيقفل الباب وراه وبيشوف مغطس عربي في نص الاوضه وبنات بتلعب في الميه وفل وياسمين على الارض، وبس كده. ده المشهد، مشهد مباشر قوي من عباس ابو الحسن عن فكره الوهيه عبد الملك زرزور، انه لما رضى عن ابراهيم بشكل حرفي وداه الجنه، ولما غضب عليه في اخر الفيلم دخله النار. عباس ابو الحسن قال ان مروان حامد عمل عماره يعقوبيان قبل ابراهيم الابيض كان حوالي 3 ساعات، وبعد ابراهيم الابيض عمل افلام تانية 3 ساعات، بس مش عارف ليه في الفيلم ده تحديدا خلاه ساعتين بس وقص المشاهد دي كلها. المهم لما كانوا بيقروا الفاتحه على غنام بتشوف عبد الملك زرزور بيقول ايات تانية في النهايه غير الفاتحه، وان عذابي هو العذاب الاليم، دي الايه رقم 50 في سوره الحجر، والايه اللي بعدها بتقول ونبئهم عن ضيف ابراهيم. تحس ان عبد الملك زرزور بيقول الايات اللي فيها ضمير انا عشان ياكد عليه فكره انه شايف نفسه اله. بس انا مش متفق مع نظريه ان ابراهيم بيرمز لسيدنا ابراهيم وخليل الرحمن وكده، رغم ان قصه ابراهيم اشبه بقصه الانبياء فعلا، زي النشأة الصعبة والخروج من الموطن غصب عنه والعودة بعدين بعد ما يسترد عافيته، ويمكن كمان يعيش في بيت عدو زي ما حصل. فمن الواضح ان في اسقاط ديني كبير قصده عباس ابو الحسن في القصه فعلا، ومش مجرد تأويلات وخلاص. وعندنا حتى اسقاط من الديانه المسيحيه، ان قد ايه عشري شكلا شبه شخصيه يهوذا اشهر خائن في التاريخ، حتى ان يهوذا حاول الانتحار بعد خيانته للمسيح زي عشري بالظبط. بتشوف بعدها في المشهد ده ابراهيم وهو قاعد في المقابر مستني حوريه تجيله زي ما اتفقوا، المقابر اللي شفناها في بيت الشعر اللي في بدايه الفيلم، واللي ابراهيم استنى حوريه فيها في المشهد ده،
واللي شفنا عبد الملك زرزور مع حوريه فيها بعد حبس ابراهيم، واللي حتى حوريه اتفقت مع عشري على خيانه ابراهيم برضه في المقابر عشان يوريك مدى اهميه المكان ده في القصه. المهم المشهد بيكون نوره قاتم رغم انه وقت الفجر. الفجر معروف عنه انه رمز لبدايه جديده، بس مروان حامد صوره لنا باكأب شكل ممكن، وحركه الكاميرا بتورينا ان ابراهيم مفيش طريق قدامه غير انه يقع من على الجبل، مستقبل ملهوش ملامح. بعدين بيروح لحوريه بيدخل لها والدنيا ضلمه، بعدين حوريه بتفتح عليه النور وكأن ابراهيم اتكشف قدامها ان هو قاتل ابوها. وبعدين بنشوف سوسن بدر وهي بتقوم من على السرير قومه شبه قومه الحيه فعلا زي ما ابراهيم قال. بعدين ابراهيم وهو ماشي بنشوف لقطه بعيده ان ابراهيم وحوريه خلاص بقى بينهم ما صنع الحداد حرفيا. شكرا اسلام عاكف لشرح المشهد ده، ورايق مروان حامد برضه في رمزياته. المهم بعدين بنروح لجزء لما رايح يقابلها بيتقبض عليه عشان في واحد من العربويه ما ماتش وراح بلغ عنه. وبعدين لما بيحاول يهرب وبيتمسك ما بيحصلش رد سريع زي المطارده اللي في اول الفيلم، لا بيحصل فيض بطيء للون الاسود، ان ابراهيم قصته اختفت لحد هنا. وهنروح نشوف قصه جديده، قصه حوريه بعد ما امها ماتت. بنشوف عبد الملك وهو متملك التصرف في حوريه، وبعدين بتوافق انها تتجوزه، وعشري بيشوفها وبيتقدم لنا مشهد تاني بموسيقى ملحميه يورينا ان حوريه بقت هي ملكه المنطقه دلوقتي خلاص. وبعدين عشري بيقتل الشاهد على ابراهيم، فابراهيم بيخرج. بس سيبك من كل ده، تعال نروح لمشهد الفزوره اللي هو مشهد ذكي جدا ومكتوب حلو، وحتى التصوير والمونتاج فيه من افضل ما يكون. مش هكدب عليك، انا اول مره شفت المشهد ده ما فهمتش حاجه، لان ده فيلم، فالفيلم تجربه مرئيه وصوتيه، فاللي انت بتسمعه مش ماشي مع اللي انت بتشوفه. تمام، المعلم فارس قال لابراهيم لو حليت الفزوره هتبقى حبيبي واخويا ومفيش منك اتنين، وبالمناسبه محمد ابو الوفا الله يرحمه عمل المشهد ده باداء رائع. المهم المعلم فارس اختار ابراهيم للفزوره دي بالذات عشان ابراهيم على حد تعبيره بيحفظ سر سيده، حتى لو ابراهيم اكد عليه انه ملهوش سيد اكتر من مره. وتفسير الفزوره بكل بساطه ان بنت المعلم حبت واحد فجوزهم لبعض وخلاه من رجالته، ولكن الواحد ده بيعرف سر عن المعلم فارس يوديه في داهيه، ولو المعلم راح فاللي هيورث المملكه بعده هو جوز بنته لانه مخلفش رجاله. حاسسها جمله امي قوي. ما علينا، فما كانش عايز يبعت حد من رجالته يقتله عشان بنته ما تترملش، وفي نفس الوقت الولد ده ممكن يقول السر ده لرجالته فكلهم يقلبوا عليه، فكان لازم يستعين بشخص خارجي اللي هو ابراهيم. فابراهيم بيقول رايه للمعلم فارس من غير كلام كتير، لان زي ما قلنا ده موضوع حساس، فلو ابراهيم رفض ينفذه يبقى كانه ما سمعش حاجه، لانها في الاول والاخر مجرد فزوره. المعلم فارس ما قالش حاجه يعتبر، هو كان بيراهن على ذكاء ابراهيم وبيحكوا قصه فيلم سيمبا، اسد وضبع وموال يعني. فبنشوف ابراهيم بيطلع لسانه والمطلوب انه ينفذ اللي هو عمله ده. فتمام كده الحل اللي ابراهيم اقترحه انه يقطع لسان جوز بنت المعلم فارس، فبالتالي هيفضل حي وفي نفس الوقت مش هيقول حاجه ولا حتى هيقدر يكتب لانهم مش متعلمين. فتمام، ايه بقى علاقه ده باننا شايفين ابراهيم عمال يخبط دماغه في الحيطه وشفنا ام ابراهيم وحرايق وليله كبيره قوي سعادتك مش مفهومه؟ الفكره هنا ان مروان حامد وعباس ابو الحسن ربطوا بين فزوره المعلم فارس واجابتها ومشكله ابراهيم وحلها ببيت الشعر اللي كان موجود في اول الفيلم. هشرح لك. في اول الفيديو حكيت لك قصه بيت الشعر: أيا معشر العشاق بالله خبروا إذا حل عشكم بالفتى ماذا يصنع؟ يداري هواه ثم يرتم سره ويخشع في كل الأمور ويخضعه. يداري هواه ثم يرتم سره، ها؟ يقطع لسانه يعني. يعني ده الحل بالنسبة لإبراهيم في عشقه الحرية. ومشاهد الحريق دي بتعبر عن نار العشق اللي جوه إبراهيم، وبيخبط دماغه في الحيطة عشان عاوز يخلص من الشعور ده. تمام، فهمت قصدك يا مروان حامد. المشهد ده من أكتر المشاهد المرعبة في السينما المصرية عموما، خصوصا إنه مش موجود في فيلم رعب، او معرفش يمكن انا لوحدي، بس هو مشهد بيحسسني بعدم ارتياح كده. بمناسبه المشهد ده فتعالى نتكلم عن الموسيقى خلال الفيلم. في مشهد مطارده ابراهيم الطفل الموسيقى كانت طبول، والطبول هي افضل موسيقى تتحط لمشاهد المطاردات، ولكنها كانت طبول بس. لكن لما ظهر ابراهيم وهو كبير زاد على الطبول صوت الالكتريك جيتار، بما معناه ان خبرات ابراهيم زادت فزاد بعد اخر للموسيقى. بشكل عام الموسيقى في الفيلم ابعد ما يكون عن موسيقى فيلم اكشن، وده اللي بياكد اللي قلته لك من اول الفيديو ان ده فيلم رومانسي في المقام الاول ومش اكشن. بنشوف في مشهد المطارده الثاني لما ابراهيم كان بيهرب من الشرطه عشان يروح لحوريه بتسمع موسيقى مختلفه تماما عن موسيقى المطارده الاولى، لان المره دي ابراهيم مطارد في حبه مش بسبب انه خارج عن القانون زي المطارده الاولى. موسيقى وجوديه تحسسك بشعور روحاني كده، كانها بتتكلم وبتتالم مع الاحداث. والله يا جماعه شام نزيه ما يقل حاجه عن هانز زيمر. انا بقارن موسيقى ابراهيم الابيض بموسيقى انترستيلر، وبقدم اعتذاري لاحفاد الفحل كريستوفر نولان. ليكوا فيديو هطبله زي ما انتوا عايزين، بس انا دلوقتي بمدح في جمال فيلم ابراهيم الابيض، فسيبني اتكلم براحتي بعد اذنك. المهم ان هشام نزيه لو بره كان زمانه كسب الاوسكار والايمي والجولدن جلوب وكل حاجه، هو اصلا تم ترشيحه للايميز بسبب موسيقى مسلسل مون نايت اعتقد، فتخيل لو كان كمل بره. استخدم هشام نزيه قصيده البورده للامام البوصيري،
ودي قصيدة صوفية كتبت مدحا في النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه الصوفية تحديدا؟ الصوفية عندهم 7 مراتب في العلاقة مع الله، بتبدأ بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم المحبة ثم الشوق ثم الأنس، وبتنتهي بالعشق. العشق الإلهي هو أعلى درجات التدين في الصوفية. عشان كده بنشوف مثلا شاعر متصوف زي ابن الفارض لقب بسلطان العاشقين. المهم نرجع لقصيدة البردة، واتسمت بالبردة لأن الإمام البوصيري كان مشلول فنام وحلم بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيرمي عليه بردته اللي هي رداءه يعني أو عبايته. فالبوصيري لما صحى لقى نفسه خف وما بقاش مشلول، فكتب القصيدة دي فتسمت القصيدة بالبردة. والجزء اللي في السكور بتاع إبراهيم الأبيض هو جزء من القصيدة بيقول: رد الغيور يد الجاني عن الحرم. هنا يقصد بالغيور هو الله عز وجل، والغيور مش اسم من اسماء الله الحسنى، لكنه ذكر في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ان الله غيور وان المؤمن غيور. وهنا قصد ان الله غيور يعني انه بيكره الفواحش وبيغضب اذا انتهكت حرماته. فتفسير البيت ان ربنا بيرد ايدك او بيصدر عن المحرمات، رد الغيور يد الجاني عن الحرم. بس لو اخدنا البيت واسقطناه على البشر الطبيعيين عادي، انسان موصوف بالغيره، فهيكون الشخص الغيور ده بيصد ايدك عن محارمه اللي هي نسائه يعني. وده اسقاط واضح ان الغيور هنا مقصود بيه عبد الملك زرزور، والجاني ابراهيم، والحرم هي حوريه. وده برضو جزء بيأكد ان عبد الملك زرزور شايف نفسه اله. طب والموسيقى نفسها؟ ال7 نغمات اللي ملازميننا طول الفيلم اللي بيتغيروا حسب احنا فين في القصه وشعور الشخصيات اللي قدامنا. نسمعها كده، وكده، 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 وكده. وفي النهاية بعد ما إبراهيم بيتحرق والخناقة بتخلص بتتحول لموسيقى جنائزية تشم منها ريحة الموت. هشام نزيه عبقري. طب تعال نروح للشخصية الأقرب إلى قلبي اللي مكتوبة كأنها لوحة فنية، شخصية أفضل بلطجي في تاريخ السينما المصرية بأداء ولا أروع من عمرو واكد، شخصية صاحبه اللي اسمه جاي من العشرة عشري، لأنه موجود في السيناريو مع إبراهيم من الطفولة. كان موجود لحظة هروب إبراهيم الصغير بعد ما قتل المعلم خميس، لكنه اتشال من السيناريو. برضه له باك ستوري قاسية جدا إنه في الإصلاحية وهو طفل تم اغتصابه من زمايله. طب هي إيه شخصية عشري؟ شخصية عشري مكتوبة إننا عمرنا ما نشوفه صاحي، عمرنا ما نشوفه في وعيه، دايما مبلبع برشام وخمرة زي المية. نرجع تاني للمشهد اللي كان مع غنام لما عشري وغنام اتخانقوا قبل ما يركبوا العربية، وبعدين وهم في الطريق عشري تخيل إنه بيخنق غنام اللي سايق العربية اللي عشري شخصيا فيها، لكنه ما عملش كده. هو بيتخيل إنه شجاع لهذه الدرجة، لكنه مش كده. وده اللي إبراهيم قاله له في المشهد وهم رايحين. البرشام هياكل دماغك، البرشام وزازة ال 84 والجرأة الكدابة اللي انت عايش فيها دي، الجرأة الكدابة اللي انت عايش فيها دي. وبنشوف ده بعدها لما راحوا للعربوية ان ما كانش فيه حد ولا كان العربوية بيغفلوهم. غنام كان عايز يقتلهم بأمر من جرحي، لكن اللي عشري كان شايفه فعليا ما كانش موجود. مروان حامد ما اظهرش في الفيلم عشري كان بيتهيأ له فعلا ولا لا، لكن في السيناريو مكتوب ان عشري كان بيشوف خيالات مش حقيقة. طب ما دي مشكلة كبيرة، لان الفويس اوفر اللي ملازمنا من اول الفيلم هو صوت عشري، القصة بتتحكي من منظور عشري. وهنا مروان حامد وعباس ابو الحسن بيرجعونا لفكرة الملحمة، انهم عاوزين قصة ابراهيم تتحكي زيها زي قصة عنترة بن شداد او حرب البسوس او علي الزيبق او ابو زيد الهلالي او القصص دي ملاحم، مش بنتحرى الدقة التاريخية في حكيها، لكن بنوصل لك احساسها. عشان كده قلت لك انها اشبه بالاسطورة او الملحمة اللي بتتكلم عن المبادئ والمشاعر البشرية، الصداقة والخيانة، الحب والكره، الذكاء والغباء، الشجاعة والجبن، الحكمة والتهور، الحياة والموت.
انت شخصيا ممكن تحكي لصاحبك فيلم ابراهيم الابيض بنسخه مختلفه عن القصه اللي في الفيلم، تزود تفاصيل او تنقص، لان مش مهم دقه الاحداث، المهم شعورك وانت بتحكي، انك توصل احساسك للمستمع. عشري يمكن شال من القصه او زود من عنده، مش مهم، المهم اننا عرفنا مين هو ابراهيم الابيض. وده اللي ذكره مروان حامد لما قال ان هو هيبقى فيه سنه خيال، يعني ما كانش المكان اللي احنا عملناه ما هواش بالضروره ان هو يبقى موجود فعلا في الوقت. هتبصي كده مثلا على الفيلم كله من اوله لاخره مش هتلاقي زباله في الشارع، رغم انها مناطق عشوائيه، يعني مفيش اكتر من الزباله في الشارع، بس هو بيحكي القصه كانك بتحكي من مخيله حد. انت لما بتحكي لحد على موقف مثلا، مش بتقول انا رحت قابلت فلان في الشارع الفلاني الساعه كذا والعماره اللي اتقابلنا تحتها كان لونها كذا، لا، بتقول انا قابلت فلان وبعدين عملنا كذا. بتشيل جزء كبير من التفاصيل الغير مهمه في السرد، وبتسيب العنان لخيال المستمع انه يكمل باقي التفاصيل من دماغه. وهو ده اللي عمله مروان حامد. وزي ما ذكرت لك ان الحاره واخده اللون الاصفر بشكل اساسي، بيديها جزء من الجماليه مش العشوائيه، جزء من الخيال. طب نرجع تاني لشخصيه عشري وخيانته لابراهيم. خيانه عشري اللي متمثله في انه حاول يغتصب حوريه، مش انه خلى ابراهيم ينزل على القهوه. في حين لما ترجع للمشهد، فهو اول ما شاف حوريه حاول بكل الطرق انه يحارب شهوته، نزل لعب ضغط، وبعدين راح قعد على القهوه وفضل يشرب ويشرب على امل ان الشرب ده ينسيه ان في حوريه فوق اصلا، او ينام على نفسه او اي حاجه. بس هو فضل صاحي ووعيه راح منه، فطلع لحوريه وحصل اللي حصل. ولما فاق وبص في المرايه المكسوره لان نظره عشري لنفسه انه صاحبه اتكسرت، وعلاقته بابراهيم كمان اتكسرت وعمرها ما هترجع زي الاول. فقرر انه يوصم نفسه بعلامه العار طول حياته، وانه يعلم على قرطه عشان ما ينساش الفعل اللي عمله. عشري فشل في كل حاجه، فشل انه يكون صاحبه، وفشل انه يخون صاحبه، فشل انه يغتصب حوريه، وفشل في انه ما كانش يحاول يعمل كده من الاساس، فشل في انه يتقبل نفسه بعد الفعل ده، وفشل حتى في الانتحار، وفشل انه يعترف لابراهيم بالخيانه. يا اخي ده حتى فشل انه يقنع ابراهيم ينزل على القهوه، وفشل في انه يمنعه من النزول. بس رغم كده من كتر حبه في ابراهيم كان هو اللي بيحكي لنا القصه بصوته، ورغم ان دماغه ملحوسه من البرشام الا انه الوحيد اللي كان عارف اخر القصه من واحنا في اولها، بدايه من لما قال لابراهيم في اول الفيلم دول الزرازير، يعني بياخدوا السر الالهي، واذا رحت هتفتح علينا نار جهنم، لحد ما قال لابراهيم مش نصيبك يا ابراهيم، عمرها ما كانت لك. انا فعلا اتمنى ان عشري يكون صاحبي، واحد مظلوم في سير القصه، اشهر خائن في تاريخ السينما المصريه، بس هو اتحط في موقف لا يحسد عليه. اي حد مكانه، حتى اكثر الاشخاص وفاء، موقفهم ما كانش هيتغير كتير عن موقف عشري. تعالى اجيبك واشربك صندوق بيره ومعاهم علبتين برشام وقول لي انت هتقدر تقاوم شهوتك وقتها وهيكون فيك عقل ولا لا؟ عشري حاول ينتحر عشان ما يخونش صاحبه. مين ممكن يعمل كده لاجل صاحبه؟ عشري اعترف لابراهيم انهم ادوا لي 5 بواكي عشان اقتلك، بس ابراهيم ما صدقهوش. عشري قال لابراهيم تعالى ننزل على القهوه خوفا من بطش عبد الملك زرزور، بس لما ابراهيم قال له لا انزل انت، عشري ما اصرش، بل ان ابراهيم هو اللي قام وقال لا انا عاوز انزل. حتى ابراهيم مخه رفض يصدق ان عشري صاحب عمره خانه لما عشري اعترف له ان دول 5 بواكي ادهم لي عشان اخلص عليك. ولما شاف عشري بيتضرب كان بيصرخ عاوز يلحقه، وكل ده ما زعلهوش قد ما زعل ان عشري باعه ب5 بواكي بس، عشان دول قليلين على ابراهيم الابيض. بالنسبه لشخصيه حوريه، فاسم حوريه يمكن يرمز لحوريه البحر اللي بتنده على البحاره وبتسحرهم وبتخليهم يروحوا لمماتهم، بس ما بيقدروش يقاوموها. وده اللي حصل مع ابراهيم مثلا في مشهد هروبه من الاسم، ولما شفنا ازاي بوابه الكافيتيريا اللي على النيل مفتوحه وكأن حوريه البحر نزلت الميه تاني، او كأن نار العشق اتطفت بميه النيل. وده بنشوفه في لبس حوريه اللي تحول من اللون الاحمر للون الاسود، ولما غنام قال ان المعلم ولا كأنه حوريه سحراله، ولما ابراهيم عور عشري وعشري قال له ايه سحرالك. انا برمي قصادك كل المعاني اللي ممكن اكون وصلت لها في رحله بحثي داخل الفيلم ده، وانت شوف التفسير اللي يعجبك. بنشوف في اللقطه دي رغم ان ابراهيم خرج من السجن اللي كانت الكاميرا مصوراه كانه لسه ورا القضبان، لانه كان وقتها بيتكلم عن حوريه، وكلنا عارفين ان حبه الحوريه ساجن مشاعره. وفي مشهد النهايه بنشوف عشري بلبسه الازرق، اللون اللي عكس الاحمر، كأن العشق اللي كان بين ابراهيم وعشري انتهى في اللحظه دي. وبرده تفاصيل مروان حامد مكمله معانا، مكتوب في الجورنال القطبان الكبيران في لقاء القمه اللي هم عبد الملك وابراهيم. وبيوصل عبد الملك زرزور بالحصان بتاعه، اللي برده تفصيله فشيخه من مروان حامد ومكتشفها اسلام عاكف في اللقطه دي قبل نزول ابراهيم وعشري للقهوه. مروان حامد صور لنا ظل الترابيزه على اساس انه حصان بياكل في قلب ابراهيم. عبد الملك زرزور اللي جاي ياخد حقه من ابراهيم اللي هجم عليه في بيته، رغم عدم قلق عبد الملك نهائي وكان قاعد بيشرب قهوته والمطوه على رقبته. لكن اللي يقدم على خطوه زي دي قصاد عبد الملك زرزور لازم يتعاقب، لان زي ما شفنا ابراهيم وعبد الملك بقى بينهم نار، وكل اللي كان بينهم من مواد اتحرق. بنرجع لحوريه لما خلت عبد الملك يوعدها انه مش هيموت ابراهيم، بل ان في جمله محذوفه وموجوده في السيناريو كمان، ان قالت له انها موافقه انه يحصل بينها وبين عبد الملك علاقه جنسيه لو ما موتش ابراهيم. انت فاهم حوريه كانت خايفه على ابراهيم ازاي؟ وبنرجع لعشري وابراهيم ان اول ما المرايه بتقف قصادهم ابراهيم بيشوف حقيقه عشري، زي ما عشري شاف حقيقه نفسه بعد محاوله اغتصابه الحوريه. في المرايه برضه ابراهيم بيشوف انعكاس عشري فبيعرف انه تمت خيانته. بنشوف في المرايه نفس رمزيه الضوء اللي بيكشف الشخص قدام التاني،
وخط فاصل يوري ان حصل قطع في الثقه بين ابراهيم وعشري. ولما بنشوف حوريه بتيجي جري بيظهر وراها ظل نخله مروان حامد بيقف عندها اقل من ثانيه، النخله اللي حان وقت قطعها بعد ما جابت بلحها. لو في نخلة فرعة في حوش بيتك ودورها مدت وهيجي لها يوم تضايقك، تقطعها على طول ولا تستنى بلحها الأول وبعدين تقطعها؟ بعدين بعد الخناقه ما بتخلص ما بيتبقاش غير ابراهيم وحوريه. يمكن فعلا الناس جريت وسابتهم، ويمكن احنا شايفين المشهد من منظور ابراهيم، انه في الوقت ده اللي بيموت فيه هو مش شايف غير حوريه قدامه، وحتى وقت الموت هو متلطخ باللون الاحمر الدموي الساخن، وهي على العكس تماما اللون الازرق السماوي البارد. مفيش اي نقطه تشابه بينهم يتقابلوا فيها. انا اعتقد ان ابراهيم ما ماتش من الخناقه، ابراهيم مات لما حوريه ماتت، مش عشان هي ماتت، لا لما ماتت، كأن ما عادش في سبب يخليه يفضل عايش بعد موتها خلاص، هو كان عايش علشانها، زي ما يكون روحهم كانت مربوطه ببعضها. وبينتهي المشهد برؤيتنا لجثه ابراهيم وهي بصلنا، حتى ايد حوريه اللي كانت على كتفه بتسيبه لوحده وبتنزل، كأن ابراهيم باصص لنا بيقول لنا هي دي جثتي اللي محرمه انها تتحري. مفيش حد بيكسب في الاخر، عبد الملك زرزور ما بيموتش زيهم، بس هيعيش زيه زي الميتين بعد ما قتل حب حياته بايده. في النهايه انا اعتقد ان الكاستنج في الفيلم ده واحد من الافضل في تاريخ السينما، محدش يقدر يعمل دور ابراهيم غير السقا، رغم ان عباس ابو الحسن كان بيتخيل ان اللي يعمل دور ابراهيم هو احمد زكي، واحمد زكي اكيد كان يقدر يعمل دور ابراهيم لو كان لسه في شبابه، لكن نظرا لفتره الفيلم فمفيش اي ممثل تاني ينفع للدور غير السقا، واعتقد ان محدش كان هيولع في نفسه بجد غير السقا برضه. وبرضه اعتقد ان محدش يقدر يعمل دور عشري غير عمرو واكد، واحد من افضل الاداءات في السينما المصريه، رغم ان اختيار عمرو واكد غريب للدور ده تحديدا، لكن نو ريسك نو فن، وعمرو واكد كان كانه مرسوم عليه شخصيه عشري. واداء الراحل العظيم محمود عبد العزيز هو كمان واحد من افضل ما رأت عيني في السينما، اداء بين الهزليه في بعض المشاهد، ده غير المشاهد المحذوفه زي انه مثلا كان بيلعب مع احفاده وبيراهنوا على هدومهم، ومشاهد فعليا كوميديه، واداء الرعب منه والقوه زي كذا مشهد، واداء الانكسار والحزن، من افضل الممثلين في التاريخ. وهند صبري عملت اداء جيد جدا، وباقي الممثلين اصحاب الادوار الصغيره بقوا نجوم بعد الفيلم ده بسنين، زي محمد ممدوح وسيد رجب ونضال الشافعي وخالد كمال وباسم سمره وصبري فواز وهشام اسماعيل وغيرهم. عشان كده بقول لك الكاستنج هنا من اروع ما يكون. في النهايه ده كان الفيديو بتاعي على واحد من اجرى افلام السينما المصريه، مش لانه عنيف لكن لانه صادق. وانا كده خلصت. هقول كلمتين بس في الاخر. الاول هتوجه بالشكر لعمر ابو المجد من عينيا، لان لولا الفيديو بتاعه على الفيلم انتم ما كنتوش هتشوفوا الفيديو اللي انتم شفتوه دلوقتي ده. وهتوجه بالشكر برضو لكل حد كمل لحد هنا. انت شخص مهووس بالسينما زيي ويشرفني انك تكون صاحبي. انا الفيديو ده كان حلم ليا اني اعمله من قبل ما ابدا القناه حتى، ففخور اني قدرت اعمله، وانا صوتي راح والله. ففي النهايه اعمل لايك، ارجوك اعمل لايك لاني تعبت في الفيديو ده فوق مما تتخيل. انا كاتب كل كلمه قلتها وبعمل المونتاج بنفسي، فقدر المجهود بس. ولو عايز تسمعني تاني بتكلم على افلام تاني اعمل سبسكرايب، ولو عايز تشوف تحليلي الفيلم مانشستر باي ذا سي شوف الفيديو ده. وسلام عليكم.